مسا الخير عليكم، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم بألف صحة وعافية ان شاء الله يا رب. جيتكم اليوم افيك اون نوفيل فيديو اللي راح نشارك فيها معكم وصفات صحية. هكذا باش نحاولوا ندخلوا اكل صحي في نظامنا الغذائي من داك مرة على مرة ماشي كل يوم. الوغ جبت لكم وصفة تاع الكوكيز اللي راح نبداو بها لا فيديو تاعنا. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا لا فيديو تاع نهار اليوم فرجة ممتعة. الوغ بديت لكم لا فيديو بلو بتي ديجوني قبل اللي كنت حطيت فيه لي كوكيز اللي حضرتهم. هنا درت اون تيزان مع صباح مع لي كوكيز اللي كنت طيبتهم افيك دي فروي. فوالا هذا كان لو بتي ديجوني هكذا باش مرة على مرة نبدلو شوية. ونروحو دوكا باش نشوفو ديراكتومون الوصفة تاع لي كوكيز واش نستحقو فيها وراح نعطيكم رأيي فيهم بصراحة. الحاجة الأولى ناخد هنا زوج حبات بنان. من الأفضل يكونوا طايبين مليح باش يجونا بنان. ناخد هادوك زوج حبات بنان نعبسهم بالفرشيطة هكذا بهذه الطريقة ونضيف معاهم حبة بيض. هي في الوصفة صراحة كانوا زوج حبات بيض، أنا كون محبيتش القو تاع البيض بزاف درت حبة بيض. معاهم مغرفة تاع جلجلان محمص تقريبا مغرفة ما قصت بصح تقريبا. من بعد زدت معاهم كاس ونص تاع الشوفان هذا الكاس الأول. هذا الشوفان كنت شريته بالميزان كيما على بالكم الشوفان يعني يعتبر صحي مع غني بالألياف مليح لأصحاب الرجيم واللي يتبعوا نظام غذائي صحي اللي عندهم مشاكل صحية في المعدة ولا في الكولون ولا حتى اللي يعتمدوا حمية غذائية. أنا حبيت هاكا نجربو كغذاء صحي. وهنايا هذا هو القوام تاع الكوكيز بعد ما كنت درتلو الشوفان ومن بعدها شفتو بلي جاني جاري شوية. الوغ خديت هاد الكمية تاع الشوفان رحيتها في الغوبو وخديت منها زوج مغارف. هاد الإضافة أنا زدتها في الوصفة هي في الوصفة الأصلية ما داروش الشوفان غبرة. أنا درتو هاكا اون بودغ باش هاديك القوام تاع لو كوكيز ديالي يحكم روحو. لي كوكيز عفوا. نشكلهم بهذه الطريقة. أنا كنت سخنت الفرن على درجة حرارة 180 ماحش ياخدو بزاف الطياب تاعهم من 20 حتى 25 دقيقة يعني جوست باش تنشف لنا هذاك البيض. هنا الكمية اللي قعدت كنت درت لها شوية تاع القرفة حبيت نسييهم بذوق القرفة يخرجوا لي 4 حبات. زينتهم بحبة تاع الجوز باش نعقلهم نعرف بلي هادو تاع القرفة. وكان هذا هو الشكل النهائي تاع لي كوكيز ديالنا. الوغ دوكا نجو باش نعطيكم رأيي في لوغو تاعهم. شوفوا هما يعني مقبولين جدا بصح باش نقولكم يعني بنان ماشي بنان بزاف باش نقولكم ماشي بنان لا يتكلوا ويشبعوا تاني يعني حبة راح تكون كافية يعني في فطور الصباح ولا في القهوة تاع العشية. هذا هو القوام تاعهم كيفاش يجي. أنا هنا صراحةً كنت جربتهم أول مرة سي بوغ سا درت كمية صغيرة وكيما قلت لكم ندلكم رأيي بصراحة فيهم ما عجبونيش بزاف بس حبيت نشارك معاكم هذه التجربة بالك كاين اللي يعجبوهم كاين متتبعات جربوهم وعجبتهم.
نروحو هنا الوصفة تاع السلق. كنت درت هنايا سلق بالدرسة، خديت كمية تاع السلق قطعتو نقيتو مليح غسلتو، هنا خديت 2 ربطات وبديت ندبل فيه هكا. هنا ما درت والو في المقلة، يعني راهو السلق بحدو كنت ندبل فيه. بعد ما دبال هداك السلق بديت ندوزن فيه. هنا واش درتلو شوية تاع الملح، فلفل الكحل، فلفل عكري تقريبا 2 مغارف، 2 مغارف زيت زيتون، يعني ميم با مغرفة ونص، ما درتلوش كامل زيت صونغو، نص مغرفة طوماطيش تاع الباطا ما حبيتش نكتر، ونقلي مليح السلق ديالي مع الثوم، سنينات تاع الثوم، واحد 5 ولا 6 سنينات توم، هذه هي الكمية. فوالا رابيتهم هكذا وكملت قليت السلق ديالي. بعد ما تقلى مليح هذاك السلق، هنا خديت كاس ما ماشي معمر بزاف، درت هذاك الماء وخليته يكمل يطيب على نار قليلة حتى يدخلو طياب مليح، تقريبا واحد 20 دقيقة. بعد ما طاب السلق فقستلو البيض. هنا كمية البيض ديرو الكمية اللي تحبوها، يعني الا كنتو تحبو بزاف البيض تقدروا ديروا حتى ل4 حبات، انا ما حبيتش نكترلو بزاف البيض. فوالا غطيته باش هداك البيض يطيب واحد تقريبا 2 دقايق وطفيت عليه، وكان السلق واجد معايا. يعني كيما راكم تشوفوا وصفة بزاف سهلة راح توجدوها في 45 دقيقة تقريبا، وراح يجي بزاف بنين. فوالا هذا هو السلق في طبق التقديم. وفي الأخير نحب نختم معاكم لا فيديو بقهوة العشية، توجو بحاجة صحية، حاجة healthy. هنايا راح تشوفوني حطيت القهوة ديالي مع المادلان تاع الشوفان، توجو الشوفان، اليوم لو تام راهو شوفان. أنا حاولت نعطي يعني هكا جو للطابلة ديالي. هاد المادلان تاع الشوفان شوفوا يجي بزاف بنين، هذا عجبني خير ملي كوكيز، بصح للاسف ما كنتش صبرتو معاكم. صح الا حبيتو الوصفه ديالو ما عليكم غير تدخلوا لي في التعليقات نشاركو معاكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، هكا خفيفه ظريفه حبيت نطل بها عليكم لو طون اللي نوجد لكم الوصفات اللي كنتو طلبتوهم لي قبل العيد ان شاء الله. نحب نرحب بكامل المشتركات جدد في آخر الفيديو، نقول لكم مرحبا بكم في القناة، واللي مازال ما اشتركوش تفضلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. في آخر الفيديو نقول لكم تقبلوا تحياتي، أنا وداد كرياسيون، سلام.